أهلي يدون أتزوج همسة. صح هي بنت جيراننا وحبابة وخوش بنية، بس أنا ما عاجبتني. الله كريم. السلام عليكم بابا. اهلا همسه. همسه ليش تاخرتي؟ بابا والله انطونا درس اضافي فلهذا السبب انا تاخرت. اسمعيني همسه، بعد اذا تاخرتي وطبيتي هيك وقت والله العظيم ابطلك من المدرسه وبعد ما خليش تدرسين، افتهمتي ولا لا؟ صار بابا ان شاء الله خير. يلا روحي. ابوي هسه ليش تتجايع مني وانا مالي ذنبي بكل شيء. والله همسة مبينة صاحبة أخلاق وعجبتني. خلي أروح أبشر أهلي وأقلهم وخطبوها إلي وإن شاء الله خير. تعرف حبيبي انا كلش محظوظه بيك وما توقعت ابوي راح يوافق لما خطبتني. همسة وأنا هم محظوظ بيك، وإن شاء الله بس أكمل فلوس العريس نتزوج. ان شاء الله يا عمري. إن شاء الله حبيبتي. دير بالك على روحك حبيبتي. انت يا ولد. اسمع كرار، الك مهله منها شهر، اذا ما تجي وتتزوج همسه ترى افسخ الخطوبه. هو بتقول ما قال لي. ليش عمي؟ خليني أكمل فلوسي، لأن هاي الفترة الظروف قست علي، وبس أكمل فلوس العريس وعد أتزوجها. بابا اشو احسك متغير علينا ومتندم على خطوبتنا، والشيء الثاني انا قابله انتظر قرار. اسمع همسه، مو كيف تقبلين او ما تقبلين، انا ابوك والي حق التصرف فيك، افتهمتي ولا لا؟ وبعد طلع ويا كرار ماكو، يلا امشي طبي. عمي أهم شيء عصبيتك، وما يكون خاطرك إلا طيب، والتريده يصير إن شاء الله. بابا همسه، ابن خالتي اجى خطبك من عندي وانا وافقت، وقال لي بس تكمل امور العرس قبل اجي اتزوج همسه. بابا انا حبيت قرار فترة الخطوبة وبعدين انا اريده. بابا همسه، انسي موضوع كرار وانا فسخت الخطوبه، زين؟ كرار انطيته مجال شهر وما كمل نفسه، شو اسوي له بعد؟ همسة انت تزوجتي واعرف مو بيك السبب. السبب كان هو ابوك. اريد ربي يوفقك بزواجك ويسعدك. شلون اخوي علاوي؟ هلا اخويا كرار. علاوي جيت اسالك بموضوع. ايه قول. كنت كل ما افوت منه القى ابو همسه واقف هنا واسلم عليه، اشو هاي الايام ما هو مقطوع اخباره. والله يا اخويا يا ابو همسه مريض وحالته تعبانه كلش وصار له مده نايم بالفراش. ها اي والله. يلا اخوي علاوي مشكور رحم الله والديك. حبيبي تدلل. عمي الحمد لله على سلامتك وان شاء الله تقوم بالسلامه. الله يسلمك عمي كرار، والله حقيقة انت فاجأتني فاجأتك، والحمد لله والشكر اجت بوقتها. عندي موضوع وياك مهم اريد اسولفه اللي بقلبي. خيرك عمي خو ماكو شيء. والله عمي اكو شيء، لانه انا اذيتك واديت بنتي همسه، واريدكم تسامحوني وتبروا لي الذمه، لان انا اليوم نايم بالفراش مريض، باكر يجوز اموت. وهذا ابن خالتها هواي اذاني، وقام يقرب راسي ويحرك بي ويقول لي اوف كرار لا تعطيه مره، واني اموري افضل من عنده، وانا اخذ همسه. وبعدين اخذها ودمرها، ما توفقوا حتى بزر ما صاروا عنده، زين؟ وبعدين يخليني كل 6 اشهر كل 7 اشهر اشوفها مره، وجابها هنا بالبيت وطلقها. وانا عمي صراحه على اثر هذا الموضوع تعبت حالتي النفسيه وحالتي الصحيه، وهي شوفتني نايم بالفراش، فاريدكم تسامحوني. عمي انا عندي حل. شنو عم الحل؟ زين شو تقول لو ارجع اتزوج همسه ونرجع مثل ايام زمان؟ صدق عمي؟ اي يا عمي بس بشرط. شنو الشرط؟
اريدك تهتم بنفسك وتهتم بصحتك وان شاء الله تقوم بالسلامه. عمي صدقني هذا كلامك عافية إلي وصحة إلي. يلا عمي انا رايح، ودير بالك على نفسك وعلى صحتك وان شاء الله خير. عمو بعد وقت تخلينا قاعدين. لا عمو ها هي انا اروح. الله وياك، الله وياك وليد محروس. بشرنا عمو، شلونها صحتك عافيتك؟ والله عمو الحمد لله والشكر، والله لا رجع ذيك السنين. تدري لو ما انت يجوز انا فارق الحياه. لا عمو اسم الله عليك. يابا صارت تحب آية أكثر من عندي. لا انت عزيزه وايه عزيزه، حبيبي. ماكو فرق. الله شوف هاي اللعبه هاتي اياها، اشتريتها لك من السوق. بابا تعال كرر جيب صوتني. عمو هالمره لازم ابسطها لين صار مرتين تحميها انت. كروري اذا كررتها بعد هاي انت وياها بعد ما لي علاقه بيكم. هاي الخاطر عمو راح اعوفك. خوش ما تفضلين سوالفك. يلا هاي بنتك خذيها، تعبتني هواي.